بصراحة ما كنت حاب أحكي بهذا الموضوع، بس للأسف الشديد صرت حابب إني أحكي وحاب إني أعطي رأيي ووجه رسالة من خلال هذا الفيديو. أنا مالي زعلان على شيء يا أخواتي، زعلان على شيء واحد بس، إنه نحن إسلام وسنة ولا نشبه الإسلام بأي شيء للأسف الشديد، لا بأخلاقنا ولا بكرمنا ولا بديننا ولا بأي شيء بنشبه الإسلام، حتى بلبسنا، حتى بالابتسامة اللي بوجه أخوك المسلم حسنا. نحن مو موجودة عندنا نحن السنة على فكرة، ما بنبتسم، تلاقي كل واحد وشه هيك، أنا بوشه ما بعرف ليش. اليوم انزل على الشارع واسال الناس، قل لهم مين هو خاتم الانبياء؟ بقول لك ما بعرف. اساله اعطيني شيء ايه من القران، شيء سوره من القران، بقول لك ما بعرف، ما بيعرف. قل له ما هي اركان الاسلام؟ بقول لك ما بعرف. ما هي اركان الايمان؟ بقول لك ما بعرف. اما اساله على غنية الشامي وحفلة الشامي بقول لك بعرف. قل له غني لي غنية للشامي، فورا بقول لك انت وردي بس انا وردة نرجس، فورا بيغني لك اياها. اي واحد كان كبير وكان صغير. للاسف نحن يعني تغيرنا كثير، صرنا ما عاد نحسب انه في حساب وفي موت وفي دنيا وفي حرام وفي حلال. صارت المرأة تطلع من زوجها كرمال تروح تحضر حفلة الشامي للأسف. طبعا أنا ما عندي مشكلة مع الزلمة الشامي، أنا عندي مشكلة مع اللي بيشاهدوه بيتابعوه. اللي بيشاهدوه بيتابعوه ناس يعني اليوم تخيل حالك قاعد 45 دقيقة بتستنى مشان تتسمع على تتسمع على واحد بني آدم عادي يعني. وانا بنصح نصيحة لكل شي واحد حبيبته بتحب الشامي وكل شي واحد مرته بتروح حفلة الشامي، انك تطلقه وتتركها. بعرف نحن ما غلط ان هذا الشيء عم بحكيه، بس انا بعرف هيك لانه اليوم الشامي بني ادم مثله مثل اي بني ادم، اللي بتحبه هذا كانه عم بتخونك فكريا، معناتها انت بتكون متواجد معه من جمعة معه هي مخها عند الشامي ومتخيل الشامي بدالك. فللاسف الشديد هيك بدنا نحكي. لا تقولوا انا بتفكروا انه انا انسان متشدد، لا انا انسان لا متشدد ولا شيء، انا بس عم بحكي لكم الصراحه، هاي الصراحه. انا اليوم تكون انسانه بتخصني بتحب الشامي الصراحه ما بتهمني، يعني بتحب تسمع له وبتحبه، هذا الفنان مثله مثل اي انسان عادي على فكره، بس هو شوي مشهور يعني، بس هاي الشغله. نحن وصلنا لزمان اللي حدث عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام: وياتيكم زمان لقابض على دينك كقابض على جمره من نار، والرجال تتشبه في النساء ويكثر في الطلاقات. النسوان هالايام هي بس شافت شاب حلو فورا بتقول لزوجها طلقني، والزوج كمان صاير لا عم بهتم بمرته ولا عم بسال على مرته، عم بيجي فورا يمسك التليفون ومو عرفان مرته شو عم تعمل. راقبوا نسوانكم، راقبوا عيلتكم واولادكم، اهتموا باولادكم، لا تخلوا الشيء يخرب بيتكم، لا تخلوا شيء يخرب بيتكم. ما عاد همكم شيء انتم، صرتوا ما عاد تهتموا بالدين. انا واثق نص الناس ما بتصلي، واول شيء رح تسال عليه هو الصلاه. خافوا ربكم يا اخواتي وارجعوا لدينكم. يعني وصلنا شوفوا الزنازل وكل المعجزات اللي عم بتصير بهالزمن هذا، وعلامات الساعة بينت، ولسه أنتم مهتمين بحفلة الشامي ونرقص للشامي، والنسوان كلها والشباب فوق بعضهم هنيك بالحفلة مشان دافع 150 يورو كرمال تروح تشوف واحد 45 دقيقة وتكسب حرام كمان. يعني بدل ما لكم حاطين هال 150 يورو مشان تروحوا تحضروا واحد 45 دقيقة، لو لامين هالمصاري هي وبعتينها للفقراء وكسبتوا فيهم أجر وحسنة أحسن ما تكسبوا فيها حرام، مو أحسن؟ ولا انتم خلص ما عاد يهمكم الحلال والحرام، بدكم اهم الشيء انه شو؟ انه المهم نحضر واحد ونضحك شوي ونتمكج ونروح نرقص ونهز، وما عاد يهمنا لا في دين ولا في اسلام ولا عاد في شيء. لك حرام عليكم يا اخواتي، لك حرام عليكم، حرام عليكم، لك رح يجي يوم وتندموا. بس انتم ما عاد سالتوا، ما عاد سالتوا. هاي كانت رسالتي لكم، واتمنى ما اكون طولت عليكم وما ازعجتكم. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.